السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في قناتنا أسماء الزهري في هذا العدد الجديد. كما جرت العادة أخبار المحترفين وكذلك انتقالات المغاربة في أوروبا وكذلك في الخليج. كما شفنا في بالأمس انتقال الصابري وكذلك اللاعب جواد اليميق وكلام الرائج في السوق حول عز الدين أناحي اللي اقترب من حمل قميص برشلونة. جديد في الأخبار اليوم أخبار أن فريق الاتحاد طنجة سيواجه فريق اف سي برشلونة يوم 15 غشت من الشهر الحالي في ملعب ابن بطوطة بطنجة. كل التوفيق لاتحاد طنجة في هذه المباراة المهمة، في مباراة ودية من أجل الوقوف على جاهزية فريق اتحاد طنجة أمام ممثل الكرة الإسبانية اف سي برشلونه الفائز باللا ليغا الموسم الماضي. توفيق لاتحاد طنجة، مباراة نتمنوا ان يكون حضور جماهيري قياسي وتغطي على هذاك الشيء الاحداث اللي وقعت في السبت ومليليا. عزاؤنا واحد اللي وصل ضحايا الغرق اللي سببه الهجرة اللي أثرت على هذه البلاد. نتمنوا الخير لهذه البلاد مستقبل سنوات، والابناء ديال هذا الوطن يلقاو عمل، يلقاو فين يكون المستقبل ديالهم يطوروه هنا داخل المغرب. هادشي اللي نتمناو، لان اللي كنشوفوه في مصور يحزن النفس، شباب كيضيعوا وسط البحار. فلهذا كنتمناو ان هادشي ما يبقاش مستقبلا، بحكم ان او بحكم ان المغرب مشرف على العديد من التظاهرات عالميه. حشومه وابعار. شوفوا بحال هاد الصور وانت باغي تنظم كاس العالم سنه 2030 ومازال عندك مشاكل على مستوى الصحه والتعليم والبطاله تتفاقم في المغرب. هادشي اللي نتمناو المسؤولين يكونوا قد المسؤوليه، والانتخابات الجايه في الطريق نتمناو ان الناس يكون عندهم واحد عزه النفس ويخدموا البلاد باش تزيد القدام. هادشي اللي نتمناو. بالنسبه للاخبار كما قلنا، اتحاد طنجة غادي يواجه برشلونه يوم 15 غشت من الشهر الحالي. وشاهدنا في هذه الاسابيع تحركات في سوق الانتقالات ديال اللاعبين المحترفين المغاربه. شاهدنا كما قلنا الصابري او السيباري الصابري عفوا، بعد ما مضى مع فريق ايوب سبور التركي رافقه جواد اليميق. زلزولي مستمر مع ريال بيتيس. مانشستر سيتي باغيه ايوب بوعدي، جزئيات بسيطه كتفصل على اللاعب انه ينتقل لمانشستر سيتي. عز الدين أناحي كذلك رقم ضعيف 10 مليون يورو حق لاعب عز الدين أناحي اللي جيرونا من اجل انتداب اللاعب لبارسا. البارسا اللي عندهم نقص على مستوى الوسط الميدان. ديونغ اللي بسبب الاصابه غادي يغيب الموسم الكامل الموسم القادم ان شاء الله. هادشي علاش باغيين يعوضوا أناحي بديونغ. بالنسبه للميركاتو الصيفي الحالي، حركيه كبيره في انتقالات اللاعبين المغاربه مختلف الدوريات بعد ما حسم عدد منهم وجهته الجديده بين البطولات الاوروبيه والعربيه، في صفقات شملت لاعبين ذوي خبره الى جانب عدد من المواهب الشابه، ما يعكس استمرار الحضور المتزايد للاعب المغربي في سوق الانتقالات الدوليه. كما عرفنا في الدوري الاسباني الياش اخوماش صفوف فياريال بعد عودته من فتره الاعاره لرايو فايكانو غادي يرجع لفياريال. انتقل اليه منتصف الموسم الكروي الماضي بحثا عن دقائق اكثر للعوده الى كتيبه الاسود قبل اصابته، فيما التحق علي الهواري بإلتشي. اللاعب اللي جميل، اللاعب اللي مازال في سن صغير قادما من ميرانديس في خطوه تمنحه فرصه اكبر لمواصله التطور داخل الكره الاسبانيه التي تعتبر من واحده من اقوى دوريات العالميه. وفي الدوري الايطالي كذلك سيري A حامله الميركاتو بصمه مغربيه واضحه بعدما عاد وليد شديرة الى صفوف نابولي بعد تجربتها مع ليتشي الاسباني خلال الموسم الكروي الماضي. في تجربه بحث خلالها الدولي المغربي السابق عن فرص اقوى ودقائق اكثر ليطرق ابواب اسود الاطلس مجددا قبل ان يسجل 3 اهداف فقط خلال
17 المواجهة بينما غادر يوسف مالح كريمونزي الانضمام إلى ليتشي، والتحق أمير تشارلسون بفيورنتينا الإيطالي بعد نهاية فترة إعارته إلى كوبنهاغن، في وقت كشفت فيه تقارير صحفية عديدة إمكانية انتقاله إلى لو هافر الفرنسي خلال الميركاتو الصيفي الحالي بعد خروجه من حسابات مدرب فيورنتينا فابيو روسو الذي استبعده من قائمة الفريق المشاركة في المعسكر الإعدادي الموسم الجديد. بالنسبة كذلك أسامة العزوزي اللي دار مباريات كبيرة رفقة المنتخب الأولمبي في الأولمبياد صفوف بولونيا بعد عودته من فترة الإعارة إلى أوكسير الفرنسي، في حين انتقل شقيقه أنور العزوزي فروزينوني بعد مغادرة فورتونا دوسلدورف الألماني بعدما بصم على مستويات جيدة بألوانه نهاية الموسم الكروي الماضي. توفيق للاعبين المغاربة. وعرف الدوري الفرنسي كذلك عودة أمين حارث إلى مارسيليا بعد انتهاء تجربته مع باشاك الشهير التركي، حيث عاد اللاعب إلى ناديه السابق لمواصلة مسيرته في الليغ 1. نتمنى التوفيق للاعب حارث بألوان ممثل جنوب فرنسا بعد مستوياته الجيدة خلال الفترات السابقة قبل إصابته في سنة 2021 التي شكلت تحولا كبيرا لهذا اللاعب أمين حارث. وامتدت التحركات إلى دوريات أوروبية أخرى، حيث انتقل على بلاروش من براغا البرتغالي إلى دينامو بوخارست الروماني في تجربة جديدة للحارس المغربي خارج الدوري البرتغالي، فيما غادر اسماعيل كارزي فريق ميتس باء الفرنسي للانضمام إلى غراتسر النمساوي، كما اختار رايان مايي الانتقال من أومونيا نيقوسيا القبرصي إلى أطلس المكسيكي بعد تتويجه الموسم الماضي بلقبي هداف وبطل الدوري القبرصي لكرة القدم. كذلك أيوب مولوع يخوض تجربة جديدة مع أبردين الاسكتلندي بعد مغادرته الفتح الرباطي. في الدوريات العربية عبد الرزاق حمد الله كي يجدد المقر ديالو في السعودية، وبالضبط غادي ينتقل للتعاون السعودي، مضى معهم عقد هذا الموسم هذا رفقة التعاون من أجل قيادة خط هجوم التعاون السعودي اللي كينشط في القسم الوطني الأول أو الدوري الاحترافي الأول السعودي، بتوفيق عبد الرزاق حمد الله ورفقة فريقه الجديد. كما شفنا أخبار جديدة على اللاعبين المحترفين. كذلك نتمنى توفيق اللاعبين المغاربة في هذه المباريات الكبيرة داخل القارة الأوروبية وكذلك الخليج العربي. بالنسبة للانتقالات في الدوري المغربي، أي جديد كاين جديد حول اللاعب اللي استخدمته المغرب فاسي، اللاعب ديال جنوب افريقيا اللي لعب ستيلون بوتش الجنوب افريقي، وكذلك اورلاند بيراتس الجنوب افريقي، لاعب امباسا كيمضي لمدة موسمين رفقة المغرب الفاسي اللي خاض تجربة جديدة في الدوري المغربي. كذلك المغرب الفاسي كتحاول أنها تقتني أو تنتدب لاعبين برزانة كما عودتنا في الموسم الماضي، ما مزروبينش. المغرب الفاسي الآن كيوصلوا للصفقة الرابعة هذا الموسم بعد صفقة الفارسي وأمبينغا اللاعب السنغالي، وكذلك اللاعب ديال رجاء السابق خفيفي، والآن مباسا هو اللاعب الرابع. المغرب الفاسي مازال غادي تنتدب 3 إلى 4 لاعبين آخرين خلال هذا الأسبوع بعد تقديم الشركة الجديدة، شركة الأقمصة الرياضية نايكي، التي ستتكلف بتزويد الفريق بالمعدات والملابس الرياضية والأطقم لنادي المغرب الفاسي لكرة القدم. توفيق للمغرب الفاسي ان شاء الله في الدوري المغربي وكذلك في دوري ابطال افريقيا في الدور التمهيدي اللي غادي نشوفوا ان شاء الله يوم الخميس. ان شاء الله غادي نشوفوا قرعه ديال الدور التمهيدي ديال دوري ابطال افريقيا وكذلك كاس الكونفدراليه الافريقيه. غادي نشوفوا الماس وكذلك بركان وكذلك الرجاء والجيش مع من غادي يتواجهوا في الدور التمهيدي. بركان معفيه من الدور التمهيدي الاول، بينما الماس غادي تخوض تجربه اولى لها منذ سنه 2011 في الدور
ديال الدور التمهيدي ديال دوري ابطال افريقيا بتوفيق الماس، توفيق البركان، الجيش، كذلك الرجاء. هادشي اللي نتمناو. كنا معكم في هذه الحلقه هذه اللي هضرنا على المحترفين المغاربه، وكذلك انتقالات ديال فريق المغرب فاسي اللي كذلك خدام بالعقل وكينتدب لاعبين كل واحد على حده، وكيشوف البروفيلات ديال اللاعبين اللي غادي يناسبوا نظام لعب المدرب الجديد الميضا. كذلك الوداد باش ما نغطيوش على الاخبار الرياضيه، الوداد البيضاوي كذلك كيتعاقد مع لاعبين او 3 لاعبين اللي كانوا حملوا القميص ديالو في الفتره الذهبيه ديال الالقاب ديال دوري ابطال افريقيا. جبران يعود، كذلك الحسوني يعود، وكذلك عطية الله. هاد اللاعبين الثلاثه كيمضيو رفقه الوداد عقد جديد كيمتد لواحد موسم وموسمين حتى 3 مواسم على رفقه الوداد البيضاوي. هاد اللاعبين هادو غادي يقدموا غادي ولا غادي نتسناو واش غادي يقدموا اضافه ويخرجوا الوداد البيضاوي من الفتره العصيبه اللي عاشها الموسم الماضي بهزائم في اخر جولات الدوري، هزائم متتاليه اثرت على الفريق تسيير عشوائي من ايت منها. نتمنى التوفيق للوداد. كذلك الخبر الاخر هو ان بن عبيد في تفاوض مع الوداد من اجل تمديد العقد ديالو. كذلك بن عبيد حارس الاول للوداد مستمر مع الوداد في انتظار تمديد العقد. هادشي اللي نتمناو توفيق الوداد، نتمناو فريق المغرب فاسي توفيق، كذلك نهضة بركان، الجيش، رجاء، جميع الفرق المغربيه، وكذلك اللاعبين المحترفين في ديار المجر. هذه كانت اطلاله خفيفه على المحترفين المغاربه اللي كيجولوا في الانتقالات الصيفيه، وكذلك اللاعبين المحليين في الدوري المغربي، وكذلك الانتداب الجديد للماس والانتدابات الاربعه للوداد. توفيق للفرق ككل. بقاو معنا في الجديد ديال الميركاتو الصيفي اللي هذا الموسم موسم 2026 و 2027. نتمنى انكم تدعمونا بواحد لايك واشتراك الفيديو باش توصلوا بالجديد عبر قناتنا اسماعيل الزهري. تحياتي لكم والى اللقاء.